هذا الانقسام في الرأي بين موضوع مؤيد للطب الإسلامي ومعارض للطب الإسلامي، دعوني في هذا التمهيد أشرح طبيعة الانقسام وما جرى باختصار شديد قبل أن ندخل في لب الموضوع. هذا الانقسام الحاد الذي وقع خلال العقود الثلاثة الأخيرة تجلى أكثر ما تجلى في مطلع الألفية الثالثة ببروز شخصية هي عالم دين اسمه الشيخ عباس تبريزيان، وهو مولود في النجف سنة 1962 ويبدو عراقي إيراني حسب معلوماتي. ولد في النجف ثم انتقل من النجف إلى قم، ثم بعد ذلك انتقل إلى مشهد التي أصبحت مقرا لاستقراره منذ عام 1980. ويصفه أنصاره وربما هو أيضا يصف نفسه بأنه أبو الطب الإسلامي، وأحيانا يعبرون عنه بمحيي الطب الإسلامي، ويطلق أنصاره عليه كثيرا لقب آية الله. تبريزيان اعتبر أن طبعا ليس هو فقط، هو أصبح بمثابة أشبه بالأيقونة، أركز عليه لأنه تحول إلى أيقونة في وسط تيارات الطب الإسلامي الموجودة والقائمة. اعتبر أن الطب الحديث ليس إلا أكذوبة، وأنا حريص على أن أنقل الأمور بأمانة بمقدار ما أتمكن من الأمانة. ليس إلا أكذوبة أو خدعة، بل الطب الحديث برمته وهو الطب الكيميائي عنده هو مؤامرة صهيونية أمريكية استكبارية لإبادة المسلمين، وأن الوصول إلى المعرفة الطبية لا يكون، على الأقل غالبا لا يكون، إلا عبر السمع، يعني عبر الكتاب والسنة. وأن المطلوب اليوم هو أن نفتح بحث خارج في الحوزات العلمية حول الطب الإسلامي، وهذا هو ما فعله هو بالفعل. هو دروسه هو يصنفها على أنها بحث خارج في الطب الإسلامي. واعتبر أيضا ومعه كل المؤمنين بالطب الإسلامي أن زمن العودة للطب الإسلامي قد حان، رغم أنه وكثير من رموز الطب الإسلامي اليوم لا يملكون شهادة رسمية في الطب. أغلب مشاهير الطب الإسلامي هكذا، غير أنهم يمارسون الطبابة الإسلامية بين قوسين، ومعهم فريق من التلامذة والأتباع والمريدين. شخصية تبريزيان تحولت إلى شخصية مثيرة للجدل. الجدل بلغ أوجه بعد إحراق تبريزيان كتاب هاريسون في الطب، هاريسون الطبيب الأمريكي المشهور الذي توفي سنة 1978، وكتابه يمثل رمزا للطب التعليمي الحديث. ونشر تبريزيان فيديو لإحراق كتاب هاريسون موجود في وسائل التواصل الاجتماعي في مواقع الإنترنت، وذلك عام 2020 للميلاد، معلنا وهو يحرق الكتاب، معلنا أن هذا الإحراق هو تعبير رمزي عن انتهاء عصر الطب الكيميائي وسط صلوات على محمد وآل محمد من قبل الحاضرين في المجلس. إحراق هذا الكتاب بشكل علني بهذه الرمزية التي طرحها الشيخ تبريزيان سبب موجة عارمة من النقد، بدأت من السلطات الصحية الرسمية مرورا بالجامعيين وصولا إلى الكثير من الحوزويين أيضا. الأمر الذي عزز أكثر فأكثر المطالبات، المطالبات الجادة بملاحقته قضائيا، حتى أن وزير الصحة في حينها اعتبر ذلك شبيها بما تقوم به حركة طالبان في أفغانستان. وتسبب ظهور هذا الفيديو بجدل وانقسام كبير جدا حتى داخل الأجهزة الطبية الموجودة في إيران بين مؤيد ومنافس على غير صعيد. لا أريد أدخل في المشهد المرتبط بجانب السلطة أو بجانب الدولة أو السياسة، فقط أكتفي بما يتصل بالجانب الديني أو أفضل. وطبعا معروف تبريزيان وغيره أيضا من أنصار ورموز الطب الإسلامي أن لديهم ممثلين ومكاتب في مختلف المحافظات والمناطق. ونقاد الطب الإسلامي يعتبرون أن سبب إقبال الناس عليهم ووجود هذا القدر من الممثليات لهم في مختلف المناطق هو فارق التكلفة المالية التي يدفعها المريض للأطباء أو الأجهزة الطبية والمستشفيات. هذا الفارق يدفع الكثير من متوسطي الدخل ومن شبه معدومي الدخل إلى أن يذهبوا إلى هذا الخيار باعتباره أفضل لهم من الخيارات الأكثر كلفة. أيضا في عام 2015 أعلن تبريزيان أنه يعالج يوميا ما يقرب من 150 شخص وصفت حالتهم بالمستعصية، وأن الطبابة الحديثة
عجزت عن علاجها بما في ذلك أمراض السرطان وغيرها. وفي نفس العام أيضا أعلن أن العلاجات الكيميائية هي أكبر الأمراض والأدواء التي لحقت بالبشرية، وهي المسبب الأكبر للكثير من الأمراض اليوم. لهذا أيضا عارض تبريزيان ومعه كثير من رموز الطب الإسلامي في هذا الوسط، عارضوا فكرة اللقاحات بأجمعها، كل أنواع اللقاحات. وفي فترة انتشار الكورونا رفض هؤلاء كل ما قيل عن علاجات ومحاولات وما شابه ذلك، حتى أن مثلا تبريزيان، شيخ تبريزيان، اعتبر أن العلاج هو العسل والحبة السوداء، وذكر أيضا علاجات أخرى توضع على بعض المواضع في البدن لا يناسب أن نذكرها الآن، وأن هذه كافية في معالجة مشكلة كورونا. حتى أن أنصار الطب الإسلامي في تلك الفترة يعني نظموا مجموعة من التجمعات التي اعترضوا فيها على اللقاحات، وكيف تلقحون وتتركون توجيهات أهل البيت في هذا الصدد. هذا كان شعارهم في هذا الموضوع. لاحقا أيضا أعلن تبريزيان وأنصار الطب الإسلامي أن لقاحات كورونا سوف تفضي إلى حدوث تغييرات في البنية الإنسانية، وأن فيها مواد سوف تجري تغييرات عميقة في بنية الإنسان كلها، الأمر الذي سوف يسبب زوال الأخلاق والشرف والإيمان من النفوس، وسيسبب الميل نحو الانحرافات الأخلاقية والمثلية والشذوذ وأمثال ذلك. بعض الباحثين الاجتماعيين يرى أنه في فترة انتشار كورونا تعزز كثيرا موقع الطب الإسلامي وصار له انتشار وسعة. لماذا؟ لأن الطب الإسلامي استغل عدم وضوح الصورة العلمية حول كورونا في العالم وضعف العلم عن تقديم لقاحات في تلك الفترة، أعطاه مجالا قويا للظهور، لذلك تعزز موقعه، تارة عبر التشكيك في وجود أصلا فيروس كورونا، أخرى عبر التشكيك في العلاجات التي تقدم لفيروس كورونا أو اللقاحات التي تقدم، ثالثة عبر تقديم علاجات إسلامية لمشكلة كورونا، رابعة مشاركة أنصار الطب الإسلامي بسبب أن ربما بسبب أن الأجهزة الصحية ليس بيدها تفعل شيئا، أيضا استطاعوا أن يشاركوا في اتخاذ القرارات وفي في 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 كثير من الأنشطة أو بعض الأنشطة في بعض المحافظات والمناطق على الأقل. وخامسا أيضا ارتفع معدل الدورات واللقاءات التعليمية في مجال الطب الإسلامي في أماكن كثيرة في الوسط الشيعي على الأقل نتكلم. رجال تيار الطب الإسلامي ومنهم تبريزيان وأنصاره يعني يعتبرون أنفسهم، يصنفون أنفسهم في عداد المظلومين الذين تعرضوا للكثير من الظلم، فيما يتهمهم المعارضون على أنهم تجار لا يفقهون في الطب شيئا. أدى هذا الضغط المتزايد باستمرار على جماعات الطب الإسلامي ومنهم الشيخ تبريزيان وجماعته أيضا، والمطالبة بملاحقات قانونية لهم إلى ترك تبريزيان إيران وعودته للنجف كما أعلن. نقاد تبريزيان يعتبرون أن السلطات الرسمية لم تقم بما يعني فيه الكفاية للحد من هذه المهزلة، فيما اعتبر أنصاره أنه تعرض لضغوط كبيرة جدا دفعته للهجرة مجددا إلى النجف، بخاصة أن السلطات القضائية في إيران كانت وجهت طلبا إلى السلطات الرسمية بإغلاق تمام أنشطة هؤلاء في مختلف المناطق، وتم اعتبار هذه المشاريع المسماة بالطب الإسلامي يعني تصنيفها على أنها بمثابة تهديد للسلامة العامة. عندما أقول ذلك لا أعني أن الأجهزة الرسمية كلها معارضة، لا، هناك انقسامات، لا أريد أدخل كثيرا في موضوع الأجهزة الرسمية، لكن هناك أيضا انقسامات.